البانيه كداب مش عارفة أنا بيقولوا عليه كداب ليه. والله لو جربتيه مش هتبطلي تعمليه حاجة كده، عسل عسل عسل. بانيه طعمه جميل جدا 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 ومش كداب خالص. جربيه ان شاء الله يعجبك. لو اول مرة بقى بتتفرجي عليا متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ايه معايا كيلو بطاطس هقطعه بقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. لو عايزة بقى قطعة البانيه بتاعتك كبيرة وحلوة كده كبري البطاطساية. تمام. بس هنا بقى هنقطعها بالطريقة حلوة كده، ما تكونش رفيعة قوي عشان تبقى قطعة البانيه حلوة وسميكة كده وما تكسرش معاكي وما تقطعش معاكي. تمام. هجيب البطاطس هقطعها زي ما انتوا شايفين كده، وهغسلها واطلع النشا منها، وبعد كده بقى اروح حطها في الحلة وهحط عليها مية واسلقها. هسلقها 3/4 تسوية، وهحط في المية ملح علشان بقى يبقى طعم البطاطس حلو كده او طعم البانيه حلو كده واحنا بناكله. تمام. بعد كده بقى هجيب بيضة واحدة بس. البيض طبعا غالي هنستخدم واحدة بس، وهنحط عليها 3 أو 4 معالق لبن. تمام. وهحط عليهم معلقة كبيرة بهارات فراخ، معلقة كبيرة حلوة كده، ومعلقة صغيرة فلفل اسود وملح، وهقلب بقى كويس جدا جدا. هقلب كويس قوي قوي. بعد كده بقى البطاطس اللي انا سلقتها هصفيها كويس واغسلها بميه ساقعه، وبعد كده بقى هنزل بيها في في الخلطه الجميله اللي انا عملتها بالبيض واللبن. وبعد كده بقى هطلع من الخلطه ديت احط في الفيجيتار على طول. هطلع من هنا احط على الفيجيتار على طول. تمام. هقلب بقى كده في الفيجيتار بطريقه حلوه، ههزها كده في الطبق بحيث ان هي تعمل شكل حلو كده. وهكون بقى مسخنه زيت بيغلي كويس جدا على النار كده، وهطلع بقى من خلطه الفيجيتار واحط في الزيت على طول. مش بتاخد وقت وبتستوي بسرعه جدا جدا لان هي اصلا كده كده مستويه. بس هتشوفوا بقى شكلها النهائي، شكلها حلو جدا جدا، مش قادره اقول لكم كان طعمها خطير قوي قوي. تقدميها بقى كده للاطفال تاكليها بقى مع اي وجبه، ممكن تبقى وجبه اساسيه كمان مع مكرونه. حاجه جميله جدا جدا وطعمها حلو واقتصاديه وهتعجبكم قوي قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. شايفين جمالها؟ كانت حلوه جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي. لو جربتوها هتعجبكم قوي. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.